ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة تركية طالعة ترند بقالها فترة. قلت اجربها معاكم. هي اسمها كازان ديبي. الوصفة دي حلوة قوي، حاجة كده ما بين البودنج والكريم كراميل، بس مكوناتها كلها موجودة عندنا في البيت بجد. مش هتجيبوا اي حاجة من بره. حطوا لايك ويلا نبدأ على طول بالمقادير. معايا معلقتين من الدقيق، وعليهم كمان معلقتين من النشا، واربع معالق من السكر، وهضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة، ولو عندك سايلة تقدري تضيفي منها 3 أو 4 نقط. وهضيف عليهم كمان 1 عدد صفار بيض، وهبتدي ان انا انزل عليهم كوبين من الحليب. ويكون الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونش سخن، لان احنا هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها على البارد، وبعد كده هنرفعها على النار. خلي المكونات كلها تندمج مع بعضها على البارد، بعدين نرفعها على نار متوسطة، ومع التقليب المستمر هيبقى معانا البودنج ده خطير جدا جدا جدا، ومفيهوش اي تكتلات خالص. طول ما احنا بنسويه لازم نفضل نقلب فيه كويس جدا جدا. بعد كده هجيب طاسة على النار، احط عليها نص كوباية من السكر، واسيبه لحد ما يتكرمل معايا. بعد ما هيتكرمل هيكون بالشكل ده، هبتدي ان انا اخد كبشة من البودنج اللي احنا عملناه، وهبتدي ان انا اقلبه بالراحة جدا بخفة كده مع الكراميل، وهسيبه على النار. اهم حاجة لازم تديله تقليبة علشان الكراميل ما يجمدش من تحت، لازم تديله تقليبة مع البودنج. وهنسيبهم على النار حوالي 5 دقايق او ل7 دقايق، وهنغطي عليهم ونسيبهم لحد ما يبرد تماما تماما. بصوا انا مهدية عليه النار، ولازم تسيبيه 7 دقايق. بعد ال7 دقايق هسيبه يبرد تماما، وبعد كده احطه في التلاجة. ولما يسقع هنبتدي ان احنا نطلعه ونقطعه بالشكل دوت، وتقدري تقدميه زي ما انتي حابه. عايزه تعمليه رولات تمام، عايزه تقطعيه قطع مفيش اي مشكله خالص، وممكن كمان تاكليه من الطاسه اللي انتي عامله فيها عادي جدا. اهم حاجه بس تقطعيه كويس. وهنبتدي ان احنا نحاول نلفه رول بخفة كده بالراحة، لان هو طبعا بودنج ومن تحت الكراميل، ف لازم تعمليه بالراحة. من احلى الوصفات التركية يا جماعة، بجد خطيرة. هي ترند بقالها كام يوم كده. بصوا انا ابتديت ان انا اقلب فيها بالراحة، وبتدينا الشكل الخطير ده. تقدري طبعا تزيني الوش بتاعها باي حاجة من فوق. عندك فستق، اي مكسرات، او حتى حبة جوز الهند، تقدري ان انتي تحطيهم، وهتبقى في منتهى الجمال. وصفة كده تطري على القلب بجد. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد مش هتاخد في ايدك 10 دقايق. وانتي واقفة كده اعمليها، بجد تحفة. بصوا خطيرة. بس كده، وده كانت الوصفة الترند اللي نزلت، فقلت لازم اجربها معاكم. واتمنى لو اول مرة تشوفوني تتابعوا القناة، و تحطوا لايك للفيديو، واشوفكم تاني بفيديو جديد. باي باي. اسيبكم بقى مع الجمال الخطير ده، اللي انا واثقة ومتأكدة ان كل اللي هيجربه هيعجبه جدا جدا جدا.